قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية النسائي: كل ضلالة في النار. كل ما استثنى شيء، كل ما خالف سنة الرسول فهو بدعة مردودة صاحبها في النار، نسأل الله العافية. وإن استحسنها أو حسنت له. وكثير من الناس اليوم على البدع، ولا يعيشون إلا على البدع، ولا يرغبون في السنة، ما يرغبون في السنة، لأن الشيطان يزين لهم البدع، شياطين الإنس والجن يزينون لهم البدع وينفرونهم من السنة واتباع السنة. هي مصيبة عظيمة انتشار البدع الآن، توارث البدع، حتى من أنكرها عليهم عادوه وشنعوا عليه، قالوا هذا يبغض الصالحين، يبغض كذا. المسألة خطيرة جدا، يجب التنبه لها. ولا يكفي أنك أن تعرف هذا وتتمسك به، لا بد أن تدعو إليه وتبين للناس، تبين لأهلك، تبين لأهل بلدك، تبين للناس هذه الأمور، تبلغ عن الله عز وجل. نعم. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أنذر عشيرتك الأقربين. الإنسان ما يكتفي بنفسه فقط، بل عليه واجب نحو غيره. نعم. ولو أن الناس قالوا أو ضايقوك أو هددوك، لا تخشى في الله لومة لائم. نعم، لا تتعدى على الناس، لكن بين لهم الحق، وإذا بينت الحق أديت ما عليك. الهداية بيد الله، إنما عليك البلاغ، أنت عليك البلاغ، وأما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى.